مفيش حد امبارح ما اعترضش على كابتن حسام حسن، ومفيش حد امبارح ما اعترضش على تغييرات الكابتن حسام حسن، ومفيش برضه حد ما اعترضش على طريقة الكابتن حسام حسن. بس خليني اقول لك ان اغلب الناس اللي انا سمعتها امبارح بتتكلم على مباراة منتخب مصر مع زيمبابوي اللي كسبناها 2-1. اغلب الناس بتتكلم من وجهة نظرها هي، يعني كله بيحلل من وجهة نظره كأنه هو المدير الفني، وكأنه هو اللي عنده السلطة لوحده انه يقول مين يلعب ومين ما يلعبش وايه الطريقة وازاي نلعب وازاي نطلع بالكورة وازاي ما نعمل ومين اللي، يعني كله عايز يعمل كل حاجة بس من وجهة نظره هو. بس مفيش اي حد حل المباراة دي من وجهة نظر حسام حسن نفسه، يعني ما شافش حسام حسن نفسه عايز يعمل ايه وبناء عليه هو بيتكلم بقى لا اللي حسام حسن كان عايزه ما عرفش يعمله او عرف يعمله. وانا بشوف ان كابتن حسام امبارح عمل حاجات كتير جدا من وجهة نظري هي، يعني من وجهة نظر انا ان اللي حسام كان عايز يوصل له، اظن من وجهة نظري ان هو وصل له في بعض الحاجات قدر يوصل لها. خلينا نتكلم الاول على حراسة المرمى. حراسة المرمى الشناوي، كابتن حسام حسن من وجهة نظره ان هو عايز خبرات تكون موجودة في الملعب عشان الحمل تقيل او قصة تقيلة او الوضع تقيل، فهو ما عندوش يعني اي نوع من انواع المجازفة ان هو يكتشف حاجة جديدة. خلينا بس الاول، انا عارف ان كل واحد هيبتدي طب ما عمل واحدة واحدة. طيب هو من وجهة نظره هو حسام حسن نفسه المدير الفني بتاع منتخب مصر اللي هو مسؤول، هو عايز لعيبة عندها خبرات. خلاص، هو شايف ان ده من وجهة نظره صح، مفيش حد مختلف على ان مصطفى شوبير هو الافضل في الوقت الحالي، بس على يعني الوضع اللي احنا شايفينه الشناوي هو اللي بيلعب. طيب ده بالنسبة للشناوي. خلينا نرجع نتكلم بقى على طريقة حسام حسن. هو امبارح حسام حسن كان بيلعب ازاي؟ طيب الكابتن حسام امبارح كان بيلعب بأربعة 2-3-1 على الورق. محمد هاني باك رايت، محمد حمدي باك ليفت، حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم، مروان عطية وحمدي فتحي 2-6، وصلاح تريزيجيه مرموش وامام عاشور. امام عاشور هو اكتر لاعب حصل عليه جدال. طيب خليني اقول لك الاول بس وجهة نظر الكابتن حسام هو كان بيلعب ازاي. كابتن حسام كان بيلعب بأربعة في خط الظهر، قدامهم 2-6، قدامهم إمام، وفي آخر الملعب مرموش تريزيجيه وصلاح. كابتن حسام كل محور اللعب إن هو بيلعب على إن الأربعة اللي قدام دول حالات فردية. يعني إيه؟ يعني طريقة الكابتن حسام من وجهة نظر الكابتن حسام إن الاعتماد على الأربعة دول في سرعتهم في التحولات بتاعتهم في الجزء اللي قدام هو نقطة التحول، أو هو النقطة اللي الكابتن حسام مركز فيها جدا. المشكلة كانت فين؟ إن لما الاتنين دول الباك رايت والباك ليفت بيطلعوا وصلاح بيخش لجوه شوية، تريزيجيه بيخش لجوه شوية، وإمام بيتحرر هنا في الحتة دي، ودول بيخشوا هنا، فده المنظر اللي بيبقى قدام. 6 لعيبة في الجزء اللي قدام وأربعة هنا. الكابتن حسام كان معتمد على 2 ارتكاز لان هو عارف ان خط الظهر فيه مشكله. عارف ان خط الظهر بتاعنا فيه مشكله، الكابتن حسام عارف ان خط الظهر فيه مشكله، كلنا عارفين ان خط الظهر عندنا فيه مشكله، وان خط الظهر بتاعنا مش في افضل حال ومش في افضل حاجه. فكان لازم يلعب ب2 ارتكاز عشان الناس دي تاخد راحتها فوق. المشكله ان احنا الطريقه دي ما بنلعبش بيها كتير، يعني مفيش ناس كتير بتقدر ان هي تلعب بيها، فعشان كده كان لازم يكون في 2 ارتكاز. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هو الكابتن حسام شايفها كده ان لازم يكون في 2 ارتكاز، لازم يكون في 2-6 عشان يلموا ورا الناس دي، وبيسيب المساحه دي فاضيه والمساحه دي فاضيه. وانا برضو بقول دي وجهه نظر الكابتن حسام، دي مش وجهه نظر انا، يعني دي طريقه لعب الكابتن حسام. طيب المشكله كانت في امام عاشور، ان امام عاشور واقعيا هو مش جاهز، مش قادر. هتقول لي ده في ماتش نيجيريا، هقول لك ادرينالين يعني عشان يشارك وعشان يلعب وعشان يكون موجود. انما واقعيا امبارح في مباراه زيمبابوي امام عاشور ما كانش قادر تماما، ما كانش قادر فين؟ ما كانش قادر في الحته الاولانيه، الاستلام والقوه اللي فيها اندفاع بتاعه امام عاشور. على فكره امام عاشور هو احسن واحد في مصر بيعملها، بيستلم ويروح،
بيستلم ويروح. امام امبارح ما كانش قادر يعمل دي، بدليل ان هو لما طلع امام ونزل مصطفى محمد ورجع مرموش يلعب مكان امام، هنا بقى مرموش، هنا الشكل اتغير. مرموش عنده الحتة دي بيعملها برضو كويس، ما بقللش من قيمة امام عاشور، الا ان امام عاشور ما قدرش يعملها امبارح بالشكل الكويس. لما مرموش نزل ولعب في المكان ده قدر. هتقول لي طيب ما هو اصل امام ما كانش قادر عشان حمدي فتحي ما كانش مديله مساحه، وحمدي فتحي ما كانش افضل حاله. ماليش دعوه بالقصه دي، انا برضو بقول لك على فكره حسام حسن. حسام حسن كان عايز هنا يكون في لاعب يقدر ان هو يستلم ويروح. تريزيجيه وصلاح نفس الموضوع، هو عايز ان اللعيبه اللي بتلعب في الخط اللي قدام ده يكون عندهم قرارات سليمه مليون في الميه. هي دي طريقه الكابتن حسام، هو ده الشكل اللي الكابتن حسام عايزه. هتقول لي ما هو امام وهو بيلعب في البدايه برده كان بيوصل، هقول لك ما هو كان بيوصل، بس برده اللي حسام كان عايزه في الحته دي امام ما قدرش يعمله. مش قادر بدنيا، مش قادر نفسيا، مش قادر، مضغوط، حمل تقيل، لسه راجع من اصابه، حاجات كتير جدا. الا ان مرموش لما لعب في الجزئيه دي كان 100 100. فانا حبيت بس اقول لك ان لما تيجي تحلل لازم تشوف هو الكابتن حسام بيفكر ازاي، الكابتن حسام عايز ايه، الكابتن حسام وجهة نظره ايه. حسام في الطريقه دي هو كل اعتماده على الاوفر الناحيه الثانيه عند تريزيجيه، الاوفر الناحيه الثانيه عند صلاح عشان صلاح يخش وعشان هاني يكمل، وهنا امام بيخش. فكان لازم يكون في 2 ستات 2 6 بيلعبوا عشان يقدروا ان هم يقفلوا وسط الملعب. القلم ده ما بيكتبش. عشان يقفلوا نص الملعب، عشان يبقى فيه تأمين بشكل كبير، عشان التحول من فرقة زيمبابوي ما يبقاش تحول سريع، يقدروا ان هم يوقفوا على ما الاثنين دول يرجعوا. كان هنا برضو الاثنين دول الباك رايت والباك ليفت عندهم مشكلة كبيرة جدا، لان احنا في الدوري المصري ما بنلعبش بالطريقة دي، احنا ما عندناش الطريقة دي. الكابتن حسام بيعمل الطريقة دي، هو ليه وجهة نظر فيها، نشوف في الاخر ايه اللي هيحصل. هي غلط هي صح، هي راجعة للكابتن حسام. انت مش مدير فني، هو اللي عارف الامكانيات، هو اللي عارف القصه هنا عامله ازاي. فده الوضع. امام عاشور لما طلع ومرموش اخذ الحته دي، الحته دي بقى فيها شغل افضل بكتير جدا، قدرنا ان احنا نوصل كتير جدا، قدرنا نضغط بشكل كبير جدا على فرقه زيمبابوي. مشكلتي كانت مع الكابتن حسام ان هو الطريقه نفسها لما الاثنين دول بيطلعوا المساحات دي بتبقى فاضيه جدا، بتبقى فاضيه جدا، والجول جه من هنا للاسف، لان هو محمد حمدي الارتداد بتاعه كان فيه مشكله، محمد هاني الارتداد بتاعه كان فيه مشكله، عايزين معدلات بدنيه عاليه جدا عشان يقدروا يعملوا دي ويرجعوا تاني، يروح ويرجع تاني. مشكله كبيره جدا 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 في الحته دي. كابتن حسام طول البطوله، طول المباريات اللي قبل كده كان بيلعب ب3 في خط الظهر، امبارح شفناه بيلعب 4. هو ليه وجهه نظر، هو ليه شكل. الاثنين الارتكاز انا بظن ان الكابتن حسام كان عايز يامن وسط الملعب او عمق الملعب بشكل كبير، عشان كده كان بيلعب ب2 ارتكاز. انا معاه في دي جدا، بما انك هتطير 6 لعيبه قدام وهتفصل الملعب جزئين، جزء فيه 6 وجزء 4، كان واقعي جدا ان ده اللي يحصل.